الحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وخصنا بهذا الدين الإسلامي وأكرمنا بشهر رمضان وأكرمنا بليلة القدر في رمضان. ليلة القدر خير من ألف شهر، والشهر كله أفضل الشهور وأفضل الشهر مطلقا ليلة القدر، وليلة القدر كل رمضان وتنتقل في كل عام. ولكن في الحديث الصحيح أنها تمس في العشر الأواخر من رمضان، في التاسعة تبقى، في السابعة تبقى، في الخامسة تبقى، ليلة 21 23 ليلة 27. إذا كان هذه ليلة موافقة لليلة الجمعة محققون أجمعوا على أن تلك ليلة هي ليلة القدر، لأنهم قالوا أنها لا تكون إلا ليلة الجمعة. والحمد لله كثير من الأمة ذهبوا على أن ليلة 27 هي ليلة القدر على كل حال. وأخذ من قول ابن عباس ترجمان القرآن: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال أن الله تبارك وتعالى ذكر كلمة ليلة القدر 3 مرات في السورة، وليلة القدر 9 أحرف، و9 في 3 27. استخرج من ذلك أن ليلة القدر دائما تكون ليلة 27، فإذا كان كذلك هي ليلتنا هذه. ومع الختم أيضا ونحمد الله الذي جمع لنا هذه الفضائل، كرمنا بشهر رمضان وأمرنا بصيامه ووفقنا بصيامه. كل كتب الإلهية التي نزلت في رمضان، حيث نزلت التوراة في أول ليلة من رمضان، والإنجيل في 6 من رمضان، والزبور في 14 من رمضان، والقرآن في 24 من رمضان. ذلك العام ليلة القدر وافق ليلة 24. وعلى هذا بعض العلماء يقولون أن ليلة 24 هي ليلة القدر دائما، الأقوال مختلفة في ذلك. والحقيقة أن ليلة مكتومة ليجتهد الإنسان في جميع ليالي رمضان، كما أخفى الاسم الأعظم في جميع الأسماء، تجتهد في جميع الأسماء، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكما أخفى الولي في سائر المسلمين لتحترم كل مسلم وتحسن الظن بكل مسلم.